يلا بينا. لو عندك كيلو بتنجان عروس بالحلو ده، تعالي جربي معايا الوصفه بتاعت النهارده. اول حاجه بشيل الغطا بتاعه الاخضر اللي فوق ده، هاخده اغسله حلو قوي قوي. اكون بقى مجهزه عندي لتر من الميه السخنه، هنزل عليه بمعلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من البابريكا وكمون ومعلقتين كبار من الخل. وهنزل كمان كده لو عندك قطعتين من البنجر، يا سلام بيدي لون حلو قوي للبتنجان. وهنزل بقى بالبتنجان بتاعي كله في الميه المغليه دي، وهرفعه على النار بالظبط من 10 ل 15 دقيقه. اول ما يستوي معايا بالشكل ده، يعني بضغط عليه استوى كده معايا، برفعه من على النار وابدا اشيله بالمصفى بتاعتي واسيبه يبرد شويه لغايه لما اجهز الخلطه بتاعتي. طيب الميه بتاعت البتنجان دي احتفظي بيها عندك عشان مهمه جدا، وهقول لك هنعمل بيها ايه. هتجيبي بقى الخلاط بتاعك او الكبه، هتنزلي فيه فلفل احمر، فلفل اخضر، وفلفل حامي كمان، وراس توم، وعندك كمان معلقتين كبار من الخل وعصير ليمون. وهنزل البهارات ملح وكمون وكزبره ناشفه، بخلطهم حلوة قوي. بعد كده بضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت واركنه على جنب. هجيب بقى البتنجان بتاعي بعد ما بارد شويه، هبدا ان انا اعمل فيه الفتحات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا احشيه بالخلطه بتاعتي اللي تجنن وريحتها مش قادره اوصف لك حلاوتها، بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. لو وصلنا بقى لغايه هنا، ما تنسيش تنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انتوا تاخدوا الاجر وانا اخده معاكم. وما تنسيش تعملي لايك للفيديو وشير كتير علشان الكل يستفاد، وعلشان نرفع الفيديو وناس كتيره تبدا تشوف الفيديو ويتعلموا الطريقه الحلوه بتاعتنا النهارده. طبعا انا عارفه في ناس كتيره بتعمله حلو احلى مني كمان، بس احنا بنتكلم عن الناس اللي لسه ما يعرفوش الطريقه الحلوه دي. بعد ما حشيته بالشكل ده كده، هجيب بقى العلبه بتاعت التلاجة وهبدا ارصه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بمنتهى السهولة تقدري تحتفظي بيه عندك في التلاجة أسبوع واتنين وتلاتة، يعني بيقعد معايا في التلاجة لغاية 3 أسابيع. طعمه يجنن. هاتي بقى المية بتاعت السلق بعد ما بردت، هاخد منها كوباية وهضيفها على اللي باقي من الخلطة اللي أنا حشيت بيها البتنجان، وهسقي كده بيها البتنجان واحط عليه قطعتين ليمون واحتفظ بيه في التلاجة. لو عجبك الفيديو متنسيش اللايك والشير.